السلام عليكم. في الفيديو ده هنتعلم ازاي ننسخ الباينري تري. انا عايز اخد نسخة طبق الاصل من الباينري تري اللي عندي. طيب في الكود ده عندنا الاستراكشر بتاع التري نود او الباينري تري نود، وهنا فانكشن بري اوردر الهدف منها ان انا بطبع الباينري تري بس كده. بتاخد مني بوينتر تو تري نود وبتطبع الباينري تري. في الحتة دي احنا بنبني باينري تري اللي هي شكلها عامل كده. طيب خلونا الاول نجرب تجربه كده ان انا ممكن انسخ الباينري تري ازاي. الاستراكشر ده ممكن انسخه ازاي؟ ببساطه انا عندي روت بيشاور على اول نود في الباينري تري دي. فعليا انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل تري نود بوينتر تو تري نود، هسميه مثلا temp بيساوي الروت، وبكده انا نسخت. بس اللي انا نسخته ده اسمه شالو كوبي. يعني ايه؟ خليني كده اديك مثال. تعالى نعمل بري اوردر للروت. لو انا طبعت الكلام ده هيديني الباينري تري دي، مفيش مشكله. وهكذا برضو لو انا طبعت التمب المفروض يديني نفس الباينري تري. طيب تعال نعمل تعديل كده. temp access value اللي هو التمب دلوقتي بيشاور على 5 اول قيمه في الباينري تري. خليها بدل ما هي ب5 خليها مثلا ب40. ماشي، خلينا نكومنت دي، ممكن نشيلها مش محتاجينها اصلا. لو انا دوست ران دلوقتي للكود ده، بص اللي هيحصل ايه. ادانا 40 8. طب هو ثانيه، هو ليه ادانا 40؟ ما هو ده برضو في مشكله هنا. معنى انه ادانا 40 انا عملت ابديت باستخدام التمب بوينتر. اوكي، ولما طبعت الروت القيمه او الباينري تري دي او القيمه الاولى تاثرت بالتغيير اللي حصل عند التمب. وده معناه ايه؟ معناه انه التمب والروت بيشاوروا على نفس المكان او نفس النود. يعني تعال نوضحها على البورد كده. فعليا الروت مخزن ادرس لاول نود في الباينري تري. فلما انا اقول له انه التمب بيساوي الروت، ده معناه انه العنوان اللي مخزنه الروت حطه لي بداخل التمب. يعني هما الاثنين فعليا بيشاوروا على نفس المكان. يعني فعليا انا ما نسختش كل نود لوحدها، لا، انا نسخت الادرس بتاع اول نود في الباينري تري زي ما انتم شايفين بالشكل كده. اوكي، يعني انا عندي باينري تري واحده، حته ميموري واحده، التو بوينترز بيشاوروا عليها. وده اللي بنسميه الشالو كوبي، ان انا عندي اكتر من بوينتر بيشاوروا على نفس المكان في الميموري. اوكي، طيب لو انا عايز بقى انسخ كل نود لوحدها، يعني ايه؟ يعني الخمسه دي كلها عنوان مختلف عن الخمسه دي، يكون في باينري تري تانية مختلفه عن الباينري تري دي، بحيث لما اعدل باستخدام التمب الروت نفسه ما يتأثرش، وهكذا. فده بقى اللي بنسميه ديب كوبي. اوكي، تعال نشوف مثال عليها دي. بص هنا الروت بيشاور على الاول نود في الباينري تري اللي هي ليها عنوان 0x300، ولكن التمب هنا بيشاور على نود اللي هي برضو فيها قيمة ب5 ولكن بعنوان مختلف. فلو انا عدلت الروت التمب مش هيتأثر، وهكذا لو انا عدلت باستخدام التمب برضو الروت مش هيتأثر. فعليا الخمسة دي ليها عنوان مختلف عن الخمسة اللي هنا، والتمانية دي ليها عنوان مختلف عن التمانية اللي هنا، وهكذا. فاحنا دلوقتي محتاجين نعمل ايه؟ نديفاين فانكشن. الفانكشن دي بتاخد مني بوينتر تو تري نود اللي هو مثلا الروت ده، والمطلوب مننا ان احنا ننسخ الباينري تري دي كلها. فمش هينفع اعمل حركة زي دي، انا عايز انسخها ديب واي او ديب كوبي. اوكي، فعلشان نعمل كده احنا محتاجين نعدي فعليا على كل النودز اللي في الاستراكشر ده. يعني انا واقف عند الخمسة بقول له اعمل لي نود هنا اسمها 5، وبعد كده انتقل روح عند التمانية اعمل لي نود اسمها 8، وهكذا. فانا فعليا محتاج اعمل ترافيرس للباينري تري او اعدي عليها كاملة يعني عشان انسخ كل نود لوحدها. تعالى كده نشوف هنعملها ازاي. هنا البروبلم given a pointer to tree node define function to copy binary tree. فلو انا عندي pointer اسمه temp t وpointer اسمه r، الtemp ده بنل فاضي دلوقتي مفيش حاجة بيشاور عليها. اوكي، الار ده مش فاضي بيشاور على binary tree. فعليا اللي هنعمله ايه؟ انا واقف عند اول نود دلوقتي، فانا هعمل نود في الناحية المقابلة هنا
احط فيها نفس القيمه. انتقل بقى اعمل نفس البروسيس عند الليفت سب تري. بعد ما اخلص اعمل نفس البروسيس عند الرايت سب تري. تلاحظ ان انا عندي بروسيس بعملها، بعد كده بنتقل ناحيه الليفت، بعد كده بنتقل ناحيه الرايت. فاكرين ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه بري اوردر، دي اف اس بري اوردر. اوكي، الفكره بقى هي ايه البروسيس اللي انا هعملها؟ هي ان انا بس بكرييت نيو نود، وبعد كده بنسخ بداخلها البيانات وبس كده. حرفيا مفيش اسهل من كده. فلو انا هكمل بقى هعمل ايه تاني؟ هنتقل ناحيه الليفت، هروح عند ال8 هنا، انسخ ال8، بعد كده انتقل ناحيه الليفت كمان مره علشان انسخ ال9. بعد كده هنا ال9 مفيش، ده ال9 ليفت ما عندهاش، وبالتالي هنتقل ناحيه الرايت علشان انسخ الاثنين. دلوقتي انا خلصت كل الليفت سب تري، اقدر انتقل للرايت سب تري بتاعت ال5 اللي هي ال4 علشان يكون خلصت كده الباينري تري كامله يعني. خلونا بقى نبدا نديفاين فانكشن تنفذ لي الكلونينج ده. في البدايه انا عايز فانكشن بتاخد مني ايه؟ روت او بوينتر تو تري نود، وانسخ التري نود دي. طيب ففعليا ايه؟ تعالى نعمل مثلا فانكشن void فانكشن نسميها كلون. ممكن نخليها بتريتيرن اسهل، بدل ما يعني اخلي الفانكشن دي بتستلم اكتر من بارامتر وكده، فممكن نخليها بتريتيرن ايه؟ تري نود هسميه روت. اول حاجه عايزين نعملها ايه؟ انه ممكن الار ده يكون اصلا بيشاور على null او يعني invalid memory، بمعنى انه ما عنديش اصلا نودز. اوكي، فلو ده حصل ف هنريتيرن. if ان الروت بيساوي null return null point. اوكي، غير كده كنا بنعمل ايه؟ لو احنا مش بنال يبقى انا عندي اكيد نود، وبالتالي هكرييت نود هنا احط فيها الفاليو بتاعت الروت اللي انا واقف عليه دلوقتي اللي هي 5، وبعد كده احرك الروت، احركه ناحيه الشمال. هعمل نسخ للليفت سب تري بنفس الطريقه. فعليا انا بعمل البروسيس، بعد كده بنتقل ليفت، بعد كده بنتقل رايت. اوكي، فببساطه تعالى نعمل الحته دي، ان انا بعمل نيو تري نود بتاخد القيمه دي متخزنه فين بقى؟ متخزنه في الروت اكسس فاليو. فعليا انا عملت الحركه دي دلوقتي. السؤال بقى هنا، المفروض نعمل ايه تاني؟ يعني انا خلاص اشتغلت على الكرنت نود، المفروض انتقل بقى ناحيه الليفت، صح؟ وبعد ما اخلص الليفت انتقل ناحيه الرايت. المفروض الليفت كلها بعد ما تخلص ترجع فين؟ ترجع في الليفت بتاع ال5 بتاع اول نود، صح كده؟ والمفروض الرايت بعد ما تخلص ترجع في الرايت بتاع ال5. فببساطه عشان نبلد الريكيرجن بشكل سليم، انا ممكن اعمل هنا تري نود temp، اسميه temp مثلا temp pointer. انا فعليا عملت كرييت لنود دلوقتي اللي هي اول نود، بقول له الليفت بتاعها بقى بيساوي الكلون فانكشن بس من عند الليفت. فاهمين؟ يعني فعليا هيكون كده التمب اكسس ليفت بيساوي كلون للروت ليفت، ونفس الفكرة من عند الرايت temp رايت. ففعليا ال5 الليفت بتاعها هو عبارة عن نتيجة الكول بتاعة السب تري لما ابعتها للفانكشن تاني، والرايت بتاع ال5 هو عبارة عن النتيجة اللي راجعة من الكول بتاعة الفانكشن اللي اسمها كلون للرايت سب تري، وهكذا. اوكي، يعني انا مش عايز ان انا انزل في الريكيرجن لانه كلهم حرفيا بيعمل نفس البيهيفير، ان انا بعمل كل شويه في كل انستنس من الريكيرجن بعمل نيو نود بحط فيها القيمه، وبعد كده بنتقل ليفت ورايت. طيب بعد ما نخلص بقى الفانكشن بتاعتنا المفروض نريتيرن الاوتبوت، نبعت الاوتبوت اللي بقى المين فانكشن، وبالتالي فهعمل هنا return temp. اوكي، النود اللي احنا عملناها كريت. طيب خلينا بقى نبدا نتست الكلام ده. انا عندي 3 نود هسميه مثلا سي بيساوي ايه بقى؟ كلون للروت. تعالى نعمل c
السي اكسس فاليو بيساوي 900، اعمل بري اوردر للسي، بعد كده بري اوردر للروت. خلينا نعمل هنا مثلا ايه end line. المفروض دي اول قيمه في الباينري تري دي تكون 900، وبالنسبه للروت ما يتاثرش، يكون زي ما هو. تعال ندوس رن نشوف. بالظبط. اتمنى يكون الموضوع سهل، واشوفكم في فيديو تاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.